هل صادف معاك مرة تكون ماشي في الشارع وتلاقي شوية كلاب ابتدوا يهوهوا جامد وفجأة طلعوا يجروا وراك كلهم مرة واحدة؟ يا ترى قالوا لبعض ايه؟ ويا ترى الحيوانات بتتكلم مع بعضها أصلا زي ما احنا كبشر بنتكلم؟ وهل عندهم لغة خاصة بيهم ولا لأ؟ أكيد سألت نفسك السؤال ده قبل كده. يعني لما كلب بيهوهو على كلب بيكون بيقول له حاجة معينة ولا مجرد هوهوة وخلاص؟ قبل ما أجاوبك على سؤالك، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو انت على يوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. في البداية خلينا نفرق بين اللغة وبين التواصل، لأن اللغة أحد وسائل التواصل، ودي حاجة بتميز البشر عن الحيوانات. بنتواصل وبنعبر عن أفكارنا ومشاعرنا من خلالها. لكن في عالم الحيوان الوضع مختلف، بيستخدموا طرق تانية للتواصل مع بعضهم، زي الصوت أو الروايح أو طرق تانية كتير. لكن أول وأشهر طريقة تواصل واللي أغلب الحيوانات بتستخدمها هي الأصوات. كل نوع حيوان بيطلع أصوات معينة بتميزه وبيتواصل من خلالها مع الآخرين، والأصوات دي ليها دلالات معينة وبتوصل رسائل مختلفة، سواء كان مجرد تواصل عادي أو تعبير عن فرحة أو حزن أو خوف أو جوع، أو كتهديد وتحذير، أو حتى للفت الانتباه. فالقطط مثلا ليها أصوات كتير بتتواصل بيها مع القطط التانية، وكل صوت بيكون ليه دلالة معينة. أو الذئاب بعوائها المشهور واللي بيكون أحيانا بهدف إنها تبلغ القطيع حاجة معينة. لكن الطيور بالأخص بتتفنن في استخدام الأصوات وبتكون ساعات في غاية الجمال، زي العندليب أو الكروان. ولأن نمط حياة الحيوانات بسيط وبيدور حوالين الأكل والتكاثر والبقاء، فهي ما بتحتاجش غير شوية أنماط صوتية قليلة بتكون كافية عشان توصل اللي هم عايزينه. كمان التواصل عن طريق الروايح حاجة شائعة جدا في عالم الحيوان، خاصة بين الحشرات زي النمل والخنافس وغيرهم. فالنمل مثلا بيتواصل مع بعضه عن طريق إطلاق الفيرمونات، ودي مواد كيميائية لها ريحة مميزة ودلالات معينة. فلو نملة مثلا لقت مكان في أكل كتير فبتطلق فيرمونات لباقي النملة علشان يفهموا إن المكان ده مليان أكل، وبمجرد ما باقي النمل يشمها بيفهم على طول وبيروح للمكان ده. عشان كده لما بتوقع شوية سكر وتلاقي نملة حواليك، بعد شوية بتلاقي شلالات نمل، لأنهم بيجوا من كل حتة بسبب الفيرمونات دي. والتواصل عن طريق الروايح شيء مهم جدا عند أغلب الحيوانات، خاصة اللي بتتواجد بأعداد كبيرة في نفس المكان. ويمكن سألت نفسك السؤال ده قبل كده: إزاي الأم بتعرف ابنها وسط آلاف الحيوانات، خاصة إن كلهم شبه بعض يعني؟ والإجابة إن كل حيوان ليه بصمة ريحة مميزة، ومن خلالها الأم بتتعرف على أولادها وبتعرف أماكنهم بمنتهى السهولة. وبالمناسبة، طريقة التواصل دي موجودة عند البشر، وهي اللي بتخلي الطفل اللي لسه مولود يعرف بيها مامته عن طريق ريحتها المميزة. بس القدرة دي بتقل تدريجيا كل ما يكبر ويزداد إدراكه بالحواس التانية زي السمع والبصر. كمان الحيوانات ممكن تستخدم الروايح في التواصل مع بعضها لتوصيل رسالة معينة، زي الأسد اللي بيحدد مناطق نفوذه برش بوله حوالين منطقته لتحذير الأسود التانية من دخول منطقته. كمان الحيوانات ممكن تتواصل مع بعض بحركات الجسم وبيكون ليها دلالة معينة، ودي طريقة البشر نفسهم بيستخدموها للتواصل مع بعض، وفي لغة كاملة اسمها لغة الإشارة. والحيوانات بتستخدم التعبيرات دي عشان توصل الرسالة اللي هي عايزاها، زي التعبان لما يقف على حيله كده ويقولك لو راجل قرب، أو الغوريلا لما يضرب على صدره، أو حتى الطيور لما بترقص عشان تجذب الإناث ليهم، زي طائر القساري كده اللي بينفخ ريشه ويرقص عشان يجذب الجنس اللطيف. وفي كمان تواصل من خلال ألوان الجسم، وده موجود عند حيوانات معينة، خاصة في الكائنات البحرية زي مثلا الحبار والأخطبوط اللي عندهم قدرة عجيبة على تغيير ألوان جسمهم. وبرضه في التواصل من خلال التلامس، ودي طريقة موجودة عند أغلب الحيوانات، وبيوصلوا من خلالها معاني ومشاعر كتير، أغلبها بيدور حوالين الحب والأمومة. طب في سؤال مهم هنا: هل الحيوانات اللي من فصائل مختلفة بتفهم بعض؟ يعني هل الغزال بيفهم طرق تواصل الأسود؟ الإجابة لأ، لأنهم طبعا فصائل مختلفة ومفيش لغة أو طريقة تواصل واحدة بتجمعهم. لكن الحيوانات بتستوعب بشكل فطري وبتفهم المغزى حتى لو مش فاهمة اللي بتسمعه أو بتشوفه مقصود بيه إيه. فلو أرنب شاف ثعلب أو سمع صوته بيجري يستخبى على طول بشكل فطري، ومش مهم هو فاهم الثعلب بيقول إيه ولا لأ. في النهاية أنت كده عرفت أشهر طرق التواصل بين الحيوانات،
وده جزء صغير بيبين لك قد إيه عالم الحيوان بحر واسع ومليان تفاصيل وقصص ممتعة. استنونا في فيديوهات تانية عن أسرار وحكايات وعجائب عالم الحيوان. ولو مش عارف، اسمع من عارف.